سلام. سوي لك كمية زينة من كبة الجريش على رمضان، وكل مرة اطبخيها بطريقة شكل واستمتعي بطعمها. طريقة الكبة موجودة على قناتي. اليوم راح اسويها بطريقتين. اول طريقة عد الاكراد يسموها الطرشق. حمسنا بصل، حضرت صماق حب فورته، وراح اخذ المي مالته. عندي مجموعة خضروات، معدنوس، سلك أهم شي، فلفل أخضر، والشوندر اللي يكون من نوع الوردي الفاتح وما بيحلى هواية. حمستهم زين. أول شي خليت لهم مي لحم، بعدين نزلت عليهم مي السماق، خليهم يفورون فورتين، فلفل حار وملح، وراح أبدي أسقط الكبب وخليها إلى أن تصعد لي فوق بما أن استوت. هاي طبختنا، ولا أروع ولا أطيب. جربوها وراح تدعوا لي. الطريقة الثانية يسموها يخني. همين نزلت بالبصل، حمسته عليه حمص مسلوق، مي لحم إذا ما عندش مي عادي، وماجي وفلفل أسود. هم أخليهم يفورون فورة زينة، وبعدين أبدأ أسقط الكبب إلى أن تصعد لي فوق، معناها استوت. خليكم وياي، راح أقدم لكم طرق أخرى للكبب على الفيديوهات القادمة، وألف عافية.